السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد التحية والسلام، وقبل ما نبدأ حلقتنا ال28 من مسلسل ايش ايش. لو دي اول مرة تشوفوني يا ريت ما تكونش اخر مرة، ويا ريت تشتركوا في القناة علشان تشوفوني تاني. ولو فاتتكم حلقة قبل كده هسيب لكم في صندوق الوصف كل الحلقات علشان تشوفوها. ويلا بينا نبدأ حلقتنا اللي بتبدأ بايش ايش بعد ما ضربت طبعا عبد العاطي بالقلم، وكان على اخره منها، بس قال لها القلم ده مش هيفرق اي حاجة، وانا لسه عندي كلامي واللي قلتهولك هو اللي هيتعمل، وفكري وبرد عليا. فطبعا هي لقيت ان هو حلوف وما عندوش دم، فلما جه يمشي ندهت عليه وقالت له بقول لك ايه، ما دام انت كده كده ما عندكش دم بقى وما فيش اي كرامه، يبقى انده للحاج كده وانت طالع. فهو اثبت لها انه ما عندوش كرامه وقال لها حاضر من عينيا يا ست شروق. فعلا طلعت هي ورجب وهم طالعين، شاديه قررت تنكشها فندهت عليها وقالت لها بالراحه شويه وانت طالعه يا ايش ايش عشان النون اللي في بطنك. اه لا صحيح، ده انا نسيت صحيح ان انت سقطتي، يلا ربنا يعوض عليكي. وطبعا كانت بتغيظها، لكن رجب مسكتش ونزل زعق لها وهزقها واداها القلم المعتبر. فقالت له انت بتضربني عشان هي رجب؟ فقال لها ايوه، وخشي شقتك، ولو طلعتي منها او حد قال لي اي لايش ايش اي كلمه انا اللي هقفله. بعد كده طلع هو وايش ايش وهم قاعدين، طبعا كانت متضايقه، لكن هو بدأ يقول لها ما تزعليش، وانا بعد كده مش هسكت لاي حد يعمل لك اي حاجه، انا بحبك جدا يا ايش ايش. فهي كمان قالت له والله وانا كمان بحبك قوي. وبدأ يقول لها بقول لك ايه ايش ايش، انت كويسه؟ فقالت له اه، بس انا عايزاك تحرص شويه من اللي اسمه عبد العاطي ده، ما برتاحلوش قوي. فقال لها ما تقلقيش انا واخد بالي من كل حاجه. بعد كده بدأ يقول لها بقول لك ايه، انا عايزك كده تشوفي شقه في منطقه كويسه وتجيبيها لامك وتخليها تعزل فيها كده وتقعد هي واللي معاها. فاتبسطت طبعا من اللي قاله، قالت له طيب ما دام انت بقى عمال تبحتر فلوسك يمين وشمال، انا ليه عندك طلب؟ فقال لها من عينيا، ده انت تأمري. فقالت له انا كمان مش عايزه اقعد هنا وعايزه شقه بره. قال لها خلاص تمام، كل اللي انت عايزاه هيحصل. بعد كده بنروح لشادية، طبعا راحت لمختار وقعدت تندب له وتقول له شفت ابوك عمل ايه، وحكت له على اللي عمله. فقال لها ياما وايه الجديد يعني، هو يعني اول مره يضربك؟ ده انت حتى بتقولي لي انت ما بتتكيفيش غير لما بينزل عليكي القلم من ايده. قالت له اه ده الكلام ده علشان حاجات هايفه، مش عشان ايش ايش مش يضربني يعني عشان واحده تانية. فقال لها بقول لك ياما انتي اللي حاولي ما تجريش شكلها، ولازم تعرفي حاجه، ان رجب ما بقتش كده في افيونه تكيفه غير ايش ايش، دي الافيونه بتاعته وانتي لازم تفهمي الكلام ده، لا ليكي دعوه بيها وعيشي ياما كده وملكيش دعوه بيها، لان احنا مهما عملنا وخططنا وقعدنا نعمل في حاجات هي في الاخر اللي بتكسب وهي اللي بتحط علينا. وانا ما صدقت ان علاقتي بيه بقت كويسه ورجعت الامور تمام، فما عنديش استعداد ان انا اعمل اي حاجه، فعيشي احسن ياما. فطبعا ما عجبهاش كلامه وقالت له بقول لك ايه، اوعى تقول لواحده على ضرتها الكلام ده تاني احسن لك. قال لها بص انا عارف ان كلامي ما كانش هيعجبك، عامه انا ما تتكلميش معايا في الموضوع ده تاني، اقول لك اقعدي اتكلمي فيه مع فاتن ولا لبنى، ما لبنى اصلا بتتكيف بالمواضيع دي قوي، اقعدوا اشتموا بقى في ايش مع بعض، هي اصلا شايلها على دماغها وبتحب تشتم فيها قوي، لكن انا ماليش دعوه بيها. فقالت له بقول لك ايه، انت هتفضل سايب لبنى كده؟ انت لازم ترجعها، لا اما كل اللي بنعمله هيبوظ. قال لها اسمعي انا مش هرجعها، والبت دي انا ما صدقت خلصت منها، اقول لك انا هطلقها بالتلاتة عشان اضمن ان هي هتخرج من حياتي نهائي ومش هترجع تاني. هو انت فاكره البت دي لو ابوها مات وفعلا ورثت ان هي هتديني اي حاجه؟ دي بنت صفرة وسودة وعارفه كويس ان انا متجوزها علشان الفلوس، فلو خدتها عمرها ما هتطولها لي لانها هتبقى عارفه ان انا هرميها لو خدت الفلوس. فانسي الموضوع ده تماما، وموضوعين كده ما تكلمنيش في منهم تاني، موضوع لبنى وموضوع ايش ايش. فطبعا هي اتضايقت من كلامه، لكن في نفس الوقت ده ايش ايش كانت وصلت عند امها وبدات تقول لها على موضوع الشقه. فقالت لها اه، وهتجيبها لي ايه بقى بفلوس رجب؟ فقالت لها ياما مش هتفرق، انا ورجب واحد. فما رضيتش، وتيسير قالت لها ما توافقي كده يا خلاص خلينا نمشي بقى من المكان المعفن ده، لكن هي قالت لهم برضو لا، وقامت سايباهم وقايمه وراحت اوضتها. طبعا ايش ايش دخلت وراها وقالت لها ياما انا عايزه اتكلم معاكي كلمتين، انت ليه مش موافقه؟ وبدات ان هي تحاول تقنعها، لكن هي قالت لها لا، انا عمري ما هجيب حاجه، سيبيني على راحتي. فقالت لها بصي انا عارفه ان انت متضايقه مني، وخصوصا من موضوع لبنى ده، هي صحيح بنت تستاهل وكل حاجه، بس هقول ايه، بنتك ودانا غالي برضو،
بس قعدت تحاول تقنعها وتقول لها انا لو عرفت ان هي بتشاركني حبك ولا انت بدأتي تحبيها اكتر مني لا انا هغير وهتضايق. قالت لها انا ما بحبش حد اكتر منك، انت اغلى واحده عندي يا ايش. وبدأت تكلمها وحاولت تقنعها تاني موضوع الشقه، لكن هي مرضتش ابدا، وقالت لها انا قلقانه عليكي من الموضوع اللي انت مدخله نفسك فيه، وعشان خاطر سيبيني على راحتي. بعد كده بنروح لرجب، وهو كان مع فرج في المعرض وبيتكلم معاه وبيقول له بقى انت يا اخي رايح تعمل عمليه زي دي بالحجم ده من ورايا مع النوري؟ فقال له ما الكلام ده واحنا كنا متخاصمين، لكن احنا اول ما تصالحنا انا ما هنش عليا وشاركتك معايا فيها، واديها لقمه وهناكلها مع بعض. اهم حاجه بس دلوقتي ان احنا عايزين نركز في الموضوع ده ونخلص منه سريع السريع كده وبعديها نهدى شويه. فقال له يا عم هي اول مره يعني يا ركب ولا حاجه، ده قرنا من واحنا عيال صغيره. فقال له لا بس المره دي الكميه تقيله وعايزين نخلص منها بدري بدري. فساعتها قال له انت عامل ايه مع ايش. فبدأ يكلموا عنها واللفلفه طلعت بقى على اخرها، وقال له ان هو بيحبها جدا وما بقاش يحس بنفسه غير معاها، وبقى نفسه يروح على البيت على طول كده علشان بتوحشه. وبيقول له ده انا اول ما بنزل بالبيت بحس ان هي وحشتني وعايزه ارجع لها تاني. تصدق انا اصلا يعني واحنا بنتكلم عليها كده حاسس ان هي فعلا وحشتني. فقال له لا ده انت حكايتك حكايه، ربنا يعينك بقى على نفسك. في نفس الوقت ده كان بوشكاش قاعد بيعد الفلوس والباب خبط، ففتح لقاها تيسير، واول ما دخلت اتجعص كده وهو قاعد مكانه، وقال لها اسمعي انتي لو جايه عشان نرجع لبعض والكلام ده لا خلاص الموضوع ده انتهى، انا ما بقيتش فاضي دلوقتي وبقيت في واحده تانية. فقالت تتوكس يا بوشكاش واحده تانية ايه دي؟ اكيد امها هتعي عليها 100 مره علشان تقع فيك. انا جايه لك عشان نص ابنك، ابنك خلاص ظروفه وحشه وداخل على جواز ومحتاج مصاريف، ساعده وقف جنبه، خليك جنبه كده ولو مره واحده في حياتك. فقال لها ما انا عرضت عليه ان هو يجي يشتغل معايا ويبقى دراعي اليمين وهو اللي مرضيش، خليه بقى جاي دلوقتي يعيط ويبعتك عشان تاخدي مني فلوس. فقالت له لا طبعا ده لا بعتني ولا يعرف ان انا جايه، ولو عرف هيزعل جدا. قال لها وانا ما يرضينيش زعله، خلاص انا مش هديكي فلوس ولا هقف جنبه، وبعدين الفلوس اللي انت عايزاها ده انتوا عندكم لبنى شوال فلوس بس انتوا اللي مش عارفين تستغلوه، خدوها كده تحت باطكم وانتوا تعرفوا تستفيدوا منها. فقالت له تصدق انا غلطانه اني جيت لك، وهزقته شويه ومشيت. في الوقت ده رجب كان قاعد مع ايش وبيتكلم معاها، فطبعا هي كانت عماله تفكر في موضوع بكره وتسليم البضاعه وهتعمل ايه بعد كده. قالت له بقول لك ايه يا رجب، ما تيجي نسافر لنا كده كام يوم اسكندريه بكره نغير جو يعني. فهو قال لها طب خلاص ما فيش مشكله بس بلاش بكره عشان عندي شغل، خليني لما ارجع كده نروح المكان اللي انت عايزاه. قالت له يعني هو الشغل اهم مني؟ قال لها لا ما فيش حاجه اهم منك بس معلش ما جاتش من بكره يعني، خلي بكره بس يعدي وبعد كده هنروح ونقعد زي ما انت عايزه. المهم جابته يمين شمال مفيش فايده، فعرفت ان الموضوع مقفول ومش هيتعدي على بالسهل. بعد كده في الوقت ده كانت لبنى راحت لاخلاص ومعاها شنطه كبيره فيها 1,000,000 جنيه، وقالت لها اسمعي اخلاص انا جايبه لك 1,000,000 جنيه، والفلوس دي طبعا يعني هتنفعك جدا، وخصوصا انا شايفه الحاله اللي انتوا فيها، بس انا ليا شرط واحد ان انتي ما تقوليش لاي حد زي ما اتفقنا ان انا بنتك ومالكيش دعوه بيا خالص، وموضوع امي والكلام ده انتهى، وديكي شايفه اهو انا مش بخلانه عليكي بحاجه وديني جايبه لك فلوس. فطبعا هي اتصدمت وقالت لها تصدقي انت عشان بنتي انا حبيتك ودايما كنت بكدب نفسي، لكن انت فعلا العرق دساس وانت خلاص شربتي كده كل ندالة الجرات ليا. ساعتها تيسير قالت لها تصدقي انت اللي هتخسري يا لبنى وهتفضلي عايشه لوحدك مكروهه من الناس كلها، مفيش حد بيحبك وهتخسري حب امك ليكي. لكن هي ما فرقش معاها الكلام ده نهائي. فاخلاص قالت لها بقول لك ايه انا معيش فلوس اديها لك، بس بالله عليكي لو قابلت حد ما تقولهولوش ان انت بنتي ولا ان انا اعرفك في يوم من الايام، وخدي فلوسك وامشي. فخدت فلوسها ومشيت ولا حست باي حاجه. في الوقت ده رجب كان نايم، لكن ايش كان صاحيه جنبه وعماله تبص عليه وشايله هم بكره هيعدي ازاي وهتعمل ايه. فتاني يوم قررت ان هي هتروح للمقدم معتصم، وفعلا راحت له. وقتها هو كان قاعد مع الباقيين وبيحددوا كده ويخططوا هيمشي بكره ازاي وازاي فعلا هياخدوا هيقبضوا على رجب والجرتلية كلهم والبضاعة.
ساعتها لما عرف ان هي بره طلع كلمها وعمل نفسه عبيط وان هو مصدقها وبيسايسها، وقال لها ايه الاخبار يا ايش ايش، عرفتي الميعاد الجديد ولا حاجه؟ لكن هو عارف كويس ان مفيش ميعاد جديد ولا اي حاجه. فهي صدقته وقالت له لا، انا جاي عشان اقول لك معلومه مهمه، اصلا انا سمعته كده وهو بيكلم النوري وبيكلم الباقيين وبيقول ان هو هيبطل خالص وان هو زهق واستكفى، فخلاص هيسيب الكارتة ومش هيشتغل فيه تاني نهائي. فقال لها ايه ده بجد؟ قالت له ايوه انا سمعت كده. طب انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ قال لها هنعمل ايه يعني، خلاص الموضوع انتهى، انا ماليش يعني طار شخصي معاه، ومادام هو خلاص بطل يبقى انا ماليش عنده حاجه، وهبدا بقى اركز كده مع اللي لسه ما بطلوش عشان امسكهم. وبصي لو جيتي بقى مش هتلاقيني، فلو جيتي بقى شوفي صور محمد ولا اي حاجه. وبدا يستعبط عليها اكتر وقال لها اصل انا طالع يومين كده اسكندريه مع مراتي والعيال. انا لما عرفت ان الموضوع اتاجل فقلت خلاص هلحق لي كده اخطف لي يومين كده نروح اسكندريه افسحهم، بس بقالي كتير قوي ما فسحتهمش. فهي طمنت وقالت له ربنا يخليهم لك. فبعد كده سابها ومشي، وهي طبعا كانت مبسوطه ومرتاحه وفاكراه مصدق، لغايه ما سمعت ظباط كانوا طالعين وقالوا ان المقدم معتصم طالع مأموريه وهيمسك ناس بتوع مخدرات النهارده. فساعتها عرفت ان هو بيسكتها وان هو مأكلها الحلاوه. يا ترى هيحصل ايه؟ وفعلا هتقدر تلحق رجب ولا لأ؟ هنشوف الحلقة الجاية، بس متنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير.